مرحبا بكم في الجزء الثاني لقصة واحد تحت رداء العقرب. لينا البنت اللي كانت كتحلم غير بالنجاح لقات راسها سجينة في قصر كيشبه لكل شيء إلا الأحلام، بين الجدران الباردة ورجال كيتحركوا بحال الخيالات. لينا قررت بلي العقرب واخا ملك المدينة ما غاديش يمرك روحها بالسهل. واش الشروط اللي غتحطها لينا غتكون هي حبل النجاة، ولا غتكون هي السبب باش العقرب يخرج السم اللي فيه؟ فتحت لينا عينيها ببطء، لقات راسها فوق واحد السرير ضخم مغطي بحرير بارد كيزلق على جلدها. السقف كان عالي بزاف وفيه نقوش ذهبية كتحسسك باللي راك في متحف ماشي في غرفة نوم. الغرفة كانت غارقة في واحد الهدوء غريب، هدوء مكلف، ريحة العود والمسك مخلطة مع البرودة كليماتيزور. الضوء ديال القمر كان كيدخل من واحد الشرجم كيطلع على جنان ما كيساليش. ناضت لينا ببطء، حطات رجليها على الزربية اللي كانت رطبة لدرجة ان رجليها غرقوا فيها. شافت في يديها اللي كانوا كيرجفوا، وبدات الصور كترجع لبالها بحال شي فيلم ديال الرعب. تذكرات ديك اللحظة، غير طاحت الصينية وتهرس الزاج على صباط العقرب. ديك الساعة العالم وقف. باباها السوبر جرى عندها وجهه مخطوف، ولكن ماشي خوفا من الزاج، بل خوفا من ردة فعل الراجل اللي واقف قدامهم. الزبير بصوت كيرتجف: راسي بنتي، نوضي لبس كتابة. هشام بصوت هادئ ومستفز: خليها يا الزبير، اللي كيهرس شي حاجة خاصو يخلص تمنها، وانا جيت اليوم باش نخلص كاع الديون القديمة. لينا كانت كتشوف باباها بنظرات كتقول شكون هذا. ملي طلعوا لبيتها الزبير سد الباب وجلس على ركابه قدامها ودموعه نازلين. الزبير: سمحي لي يا بنتي، سمحي لي يا بنتي، هذا الراجل اللي لتحت هو ولد هشام الكبير. شحال هادي فاش كنت يالله بادي، وقعت في مشكل كبير مع العصابات، وما نقدنيه من الموت الا الاب ديال هاد العقرب. نهارها عطيته وعد، كلمة الرجال، بلي اول فرحة غتكون عندي غتكون من نصيب العائلة ديالو كعربون وفاء وقرابة. واليوم جاي طالب بالوعد ديال باه. لينا بصدمة وما متيقاش: وبعتيني ليه يا با؟ بعتيني الواحد ملقب بالعقرب حيت عطيتيه كلمة شحال هادي؟ الزبير: ما بعتكش يا بنتي، ما بعتكش، هو اللي جاي يفرض الحكمة. هذا الراجل هشام عنده 42 سنة، ولكن السلطة ديالو والقوة ديالو كترعد المدينة. إلا رفضتي ماشي غير أنا اللي غنمشي، الدار وكلشي غيتحرق. تنهدات لينا وتذكرات كيفاش خرجوها من الدار في نصاص الليل، وكيفاش كانت نظرة هشام ليها وسط الطوموبيل. نظرة تملك خلاتها تحس باللي حياتها القديمة ماتت. قطعت حبل أفكارها، خبطة ديال الباب، دخل هو هشام العقرب. كان لابس شوميز بيض محلول من الفوق كتبين صدرو العريض، وبنيتو الجسمانية اللي كتقول باللي هاد الراجل ديال 42 سنة عنده طاقة وشباب أكتر من واحد في 20. كان كيبان وسيم بزاف لدرجة مستفزة، شعره الكحل مطيح شوية على عينيه الحادين. وقف قدامها طول هيبة ديالو غطات على المكان. عنده عينين غامضين كتشوف فيهم كتنسى راسك. هشام بابتسامة باردة:
على سلامتك في دارك جديدة. واش عجبك السكات ديال القصر؟ لينا وقفات وجمعت كاع الشجاعة اللي بقات ليها، وشافت فيه نيشان في عينيه. هي عارفة بلي العقرب كيدغدغو تحدي. لينا، هذا ماشي ظهري، هذا قفص ذهبي، وإلا كيسحب لك بلي الزبير عطاك جارية فراك غلطتي في العنوان. هشام قرب منها بزاف حتى شم ريحة خوفها. اللسان طويل، هادشي اللي كيعجبني في الرزق ديالي. لينا وهي تايقة في راسها، إلا بغيتي هاد اللسان يسكت وبغيتي هاد الرزق يكون حلالك، عندي شروط. أنا بنت العز، ما كنخرجش من دارنا بحال السارقة. إلا كنتي العقرب اللي كيهابوه الناس، غترجعني لدار بابا، وتجي تطلبني بقدري وشاني، ودير لي العرس اللي يوقف المدينة على رجل واحدة، تخرجني بلا لا وشان، ماشي جارية في ليل مظلام. العقرب سكت، بقى كيشوف فيها بواحد النظرة غريبة، مخلطة بين الإعجاب والنرفزة. مد يدو وبكل هدوء دوز صباعو على وجهها، وقال بصوت مبحوح: شروط قاصحة، ولكن العقرب كيعشق الصيد الصعيب. وجدي راسك، غترجعي لداركم، ولكن نهار غتجي عندي بالعرس غتكوني سديتي على راسك كاع بيبان الهروب. لينا بقات مسمرة في بلاصتها، وعينيها ما طاحوش من عينيه. كانت كتشوف فيه هاد المرة بتمعن كبير، كأنها كتحاول تكتشف هاد الوحش اللي غتشارك معاه حياتها. هشام الملقب بالعقرب واخا في عمرو 42 سنة، ولكن البنية ديالو كانت كتقول بلي الزمان ما قدرش عليه. كان كيبان في عز الشباب والقوة لجسمو رياضي ومنحوت بحال ليلة مخدوم بالمسطرة. كتافو عراض كيعطيو انطباع بالهيبة اللي كتخلي أي واحد يصغر قدامه. كان لابس قميص أبيض من الحرير الغالي اللي زادو هيبة وشان. شعرو كان كحل غراب مصفف بطريقة عصرية، ولكن فيها شوية ديال التمرد، والخصلات منو نازلين على جبهتو العريضة. أما عينيه فكانوا هما فخ العقرب، عينيه حادين لونهم غامق بحال الليل، وفيهم واحد الذكاء اللي كيخليك تحسيه باللي كيقرالك أفكار قبل ما تنطقي بيها. هذا هو الراجل اللي المدينة كلها كتخاف من رفة جفن ديالو، العقرب اللي كيمشي بهدوء، ولكن فاش كيضرب ضربته كتكون قاضية. لينا كانت كتشوف فيه وكتحس بواحد التناقض غريب، رعب كيسكن عظامها والجاذبية مسمومة كتجرها ليه بلا ما تحس. هشام قرب من واحد الكرسي ديال الجلد وجلس بكل رزانة، حط رجل فوق رجل، وطلع عينيه في راسيل، وطلع عينيه في لينا بنظرة فيها شوية ديال السخرية وشوية ديال التقدير. كيف ما قلت لك يا بنت الزبير، بغيتي تخرجي قدام الجيران والعديان بالدفوف العمارية، ليك داكشي اللي بغيتي. غترجعي لدار الزبير كيف ما قلت لك غدا الصباح، ولكن عولي وكنعاود نأكد لك المرة الثانية، نهار نرجع ندي غتكوني وقعتي على عقد الملكية لروحك قبل جسدك. العقرب ما كيتراجعش، والشرط اللي عطيتيه هو القفص اللي سديتيه على راسك بيديك. لينا حسات ببرودة دازت في ظهرها، ولكن ما تراجعتش. كانت عارفة بلي هاد المواجهة هي اللي غتحدد شكون غيكون الطرف الأقوى في هاد العلاقة. غد ليه في الصباح بكري قدام باب القصر. الجو كان مغيم، والبرد ديال الصباح كيضرب في الوجه. واحد الموبيل كحلة فخمة كانت واقفة كتسنى. هشام كان واقف بعيد شوية، لابس نظارة
نظاراتو الكحلين، كيدخن السيجار ديالو بهدوء وكيشوف لينا وهي كتركب. ما قال حتى كلمة، ولكن نظراته كانت كافية. لينا ركبات والسيارة انطلقت بها. جهة الحي الشعبي فين كبرات، كانت كتشوف الزاج القصر وهو كيصغر، وكتشوف بلي هادي غير استراحة محارب. ملي وصلت لدارهم لقات باباها الزبير واقف قدام الباب، تقل الدنيا والدين على كتافو، وبين لي على الملامح ديال وجهه شاحب. ما تيقش بلي العقرب رجعها. الزبير: لينا بنتي، واش طلق سراحك؟ لينا بصوت فيه غصة وقوة: لا بابا، العقرب ما يطلقش الفريسة ديالو بهاد السهولة. رجعت غير باش نخرج بقدري، وباش المدينة كاملة تعرف بلي بنتك غتولي لالة العيالات، واخا الثمن غيكون حياتي. هنا بدات الاستعدادات لأكبر عرس غتشهدو المدينة، عرس مخلط بريحة الحب، الانتقام والدم. النصيحة اللي نقدر نعطيها لك بنتي هو عمرك تحني راسك. كانت هذه هي النصيحة اللي كنعطاها لعباها ملي خبراتو بلي هي غتخرج بشانها ومرشانها، وتفكرات ملي غير وصلات هذيك الطوموبيل الكحلة المفيمية لراس الدرب. كاع العيون تحلو في الحومة. الخبار كيطير قبل ما يوصلوا صحابو. الحاجة زبيدة اللي جالسة في العتبة ديال دارها عطات كاس ديال اتاي ونهزت صاحبتها: شوفي يا اختي، شوفي هذيك ماشي لينا بنت الزبير، قالوا البارح خبرها شي حد. وشوفي في من راكبة هاد الطوموبيل، راها تخلص كريديات الدرب كامل. نزلت لينا من الطوموبيل بوقفتها اللي صغيرات، ما بقاتش ديك البنت اللي كتمشي والحيط حيط، بانت فيها واحد الهبة ديال القصر اللي بقات لاصقة فيها. الشيفور نزل حليها الباب بكل احترام، وهاد المنظر بوحدو خلى الجيران يخرجوا من الشراجم. صوت الجارة السعدية كيتسمع من راس الدرب وهي كطل من الشرجم: ويلي ويلي ويلي، شوفي على حالة ولات فيها. واش هذه هي اللي كانت كتقول باغا تقرا؟ باينه لقات الحبه. ها. ولكن شكون هاد المنفعله اللي رجعها؟ لينا كانت غادا والعيون كتاكل فيها، كتحس بلي كل خطوه كتزيدها، كتخلي الهضره تكتر. ما دازتش حتى ساعه حتى رجعت الطوموبيل، ولكن هاد المره ماشي خاويه. نزلوا منا جوج ديال الرجال لابسين كوستيمات كحلين، هازين في يديهم الطيافر مغطين بالثوب د المبرة الخضرا والمذهبة. الجيران تجمعوا والوليدات الصغار بداو كيدوروا بيهم. الرجال وقفوا قدام دار الزوبي، وواحد منهم نطق بصوت عالي باش يسمع الدرب كامل: هاد الهدايا من عند السي هشام العقرب لخطيبته لاله لينا، واليوم بالليل كاع الحومة معروضة للعشاء مناسبة الخطوبة، والذبيحة غتذبح قدام الباب. هنا الصدمة ضربت الحومة. الحاجة زبيدة عاود طاح ليها الكاس من يديها. حاجة زبيدة بصدمة: العقرب؟ واش هاديك البنت غتتزوج بالعقرب؟ قالوا هداك الراجل اللي كيتحكم في المدينة. ويلي على سعدها كي داير. لينا كانت واقفة ورا الباب كتسمع لهاد الهيلمان. عرفات بلي هشام بدا اللعبة ديالو، وبأنه باغي يبين القوة والسيطرة حتى وسط الحومة ديالها. هو ما جاش يخطب، هو جاي يحتل المكان. دخلت لينا لبيتها القديم، شافت في مرايتها الصغيرة، لقات راسها وسط هدايا من ذهب وحرير. ولكن تفكرات عينين العقرب، تذكرات فاش قال ليها: الشرط اللي عطيتيه
هو القفص اللي سديتيه على راسك. لينا هنا كتكلم مع راسها: واش انا بصح لالات العيالات ولا انا غير قطعة تمنها غالي في واحد الحرب ما عارفاش نهايتها؟ يا ربي تعطيني القوة، حيت هاد العرس غيكون هو البداية ديال الجحيم أو بداية مملكة لينا. الدرب كامل فرحان، والزغاريد كتحلي في كل قنت، والناس كياكلوه وكيشربوا على حساب العقرب. ولكن وسط هاد الفرحة المصطنعة كانت لينا جالسة في بيتها، كتشوف الذهب اللي محطوط قدامها بحال إلا كتشوف في كفنة. فجأة تفتح الباب ودخل باباها الزوبير، وجهو كان كحل وعينيه فيهم واحد الرعب اللي عمرها ما شافته. حتى فاش كان العقرب قدامهم، لينا بالخلعة: مالك بابا؟ ياك العقرب دار داكشي اللي بغيتي؟ ياك القدر ديالي ترفع قدام الجيران؟ الزبير حط يديه على كتافه وهو كيرجف وقرب لودنيها وقال بصوت كيبكي: هربي يا بنتي، هربي، هربي قبل ما يوصل الليل. انا يسحب لي العقرب بغا يتزوج بيك حيت عجبتيه. ولكن يلا عرفت الحقيقة، العقرب ما جاش يدي مراته، العقرب جا يدي الدية ديال دم قديم، وعرسك غيكون هو الجنازة ديال كاع ولاد هاد العائلة. هنا فجأة كتسمع صوت صرخة بعيدة في الدرب، متبوعة بصوت القرطاسة واحدة. لينا شافت في المرايا وبلاه خيال راجل واقف ورا الباب، خيال طويل لها السيجار والنور ديالو كيشعل ويطفى في الظلام. العقرب وهو كيتكلم بهدوء مرعب: الوقت سالا يا لالا لينا، ودابا غتبدا الحكاية اللي ما حكاها لك حد. في نظركم نتوما، شنو هو السر اللي خباه الزبير على بنته؟ وشكون هو اللي تقتل بديك الليلة وسط العرس؟ واش لينا غتكون العروسة د العقرب ولا القربان اللي غيبارد نار الانتقام؟ كل هادشي وكتر غتشوفوه في الجزء الثالث من وعد تحت رداء العقرب. ما تنساوش تخلوا لينا توقعاتكم في التعليق. واش لينا غتقدر تهرب ولا فات الفوت؟ تلاقاو في الجزء الثاني الثالث قريبا.